تحرجنا مع الناس ديال الزلزال، مع الضحايا ديال أدرار ندرن، يعني الأطلس الكبير الغربي، تحرجنا معاهم بزاف لأننا وقفنا كاملين وتضامنا مع ضحايا الزلزال، وكاين واحد الصندوق وكاين الالتزامات ديال الدولة وكاين يعني رسالة ملكية والتزامات ملكية كذلك. ولكن من بعد بدات الأمور تتدهور، والعديد من العائلات ما تلقاوش ما ينبغي أن يتلقوه كتعويض. 140 ألف درهم اللي هي التعويض ما تلقاها حتى واحد، كيعطيو 80 ألف درهم. واحد العدد ديال المنازل يلاه بدات او ما كاملاش، والسيد رئيس الحكومه قدمها على انها تبنات وسالات، وكيهضر لنا على 51 الف منزل. ما كايناش 51 الف منزل في الواقع على الاطلاق. كون كانت 51 الف منزل، واش غنشوفوا هذا العدد ديال الناس في العراء وكيعانيوا من البرد ومن ظروف قاسيه جدا؟ ثم انا علاش السلطه، اسمح بلاتي لي استاذ نكمل عاصم. هذه، علاش تفضل السلطه خويا. كتعتقل التنسيقيه ديال ضحايا الزلزال؟ واش هكذا كتعامل الدوله مع الناس؟ يعني الناس كيعانيوا مده عامين وكتجي كتشد ايت مهدي اللي هو يعني منسق ديال التنسيقيه وواحد العدد الناس وتزج بهم في السجن على انها حلت المشكل، والمشكل ما تحلش. وما الاحتجاجات ديال الضحايا باقا مستمره الى الان، وهذا متزامنه مع شباب جيل زاد. غير الناس اهتموا بزاف بشباب جيل زاد ونساو الناس ديال الزلزال.